تعال احكي لكم قصة سريعة. انا رباب، عندي 31 سنة. بابايا ومامتي متوفيين من وانا عندي 6 سنين، وانا مفيش في حياتي غير اخويا مجدي. انا وهو طلعنا لقينا بعض. مجدي اكبر مني ب2 وعلى الرغم ان انا بابايا ومامتي متوفيين الا وان مجدي عمره ما حسسني في يوم ان انا يتيم. مجدي وصل 25 سنة وقرر زيه زي اي راجل ان هو يتجوز، وطبعا دي كانت حاجة صعبة قوي عليا. بس طبعا صحابي كانوا طول الوقت يقولوا لي ان دي انانية مني وان هو حقه يعيش حياته وانتي كمان هيجيلك حد وهتعيشي حياتك ودي سنة الحياة. لحد ما جه يوم مجدي لقى فتاة العمر، وطبعا بعدين هقول لكم ليه فتاة العمر. وفعلا مجدي خطب وقعد في الخطوبة بتاعته 3 سنين لان الظروف المادية ما كانتش تسمح ان هو يصرف عليا ويجهز في نفس الوقت. وانا ساعتها كنت في الجامعة وكان رافض تام ان انا اشتغل وقت الدراسة، مع العلم ان انا كنت من متفوقين الجامعة. وبصراحة عمره ما اثر معايا في يوم، لا في جامعة ولا في حياة ولا في طلبات ولا في اي حاجة خالص. حتى لو انا رفضت بيرفض رفضي. المهم ان اهل صاحبتنا كانوا طول الوقت بيستغلوا مجدي، وطول الوقت اخته كان عندها مشكلة كبيرة جدا معايا، خصوصا ان هي كانت اصغر مني في السن، وكانت شايفة ان انا متدلعة دلع مرق، واللي انت بتعمله معاها ده مفروض تعمله معايا انا، وحاجات كتيرة بقى ايه ما اقولكوش. بعد 3 سنين خطوبة اتجوزوا وكانت الدنيا ماشية كويس جدا. طبعا في الاول مجدي كان بيطلب مني ان انا اروح اقعد معهم في البيت بعد فترة الجواز الاولانية، اقيم معهم في البيت، وده موضوع اتفتح كتير جدا وانا كنت رافضة لكذا سبب. اول سبب ان انا ما كانش عندي اي استعداد ان انا اقتحم خصوصية 2 متجوزين. تاني سبب ان انا كنت شايفة طول الوقت طريقتها من ناحيتي ونفسيتها من ناحيتي، فكنت عارفة ان هي عمرها ما هترحب بيا في بيتها. تالت سبب وده كان اهم سبب بالنسبة لي نفسي، ان انا مش قادرة اسيب بيت بابا وماما، وكمان البيت اللي انا ومجدي عملنا فيه ذكريات كتيرة جدا. طبعا مجدي فضل ما بين نارين، نار ان اخته البنت الوحيدة عايشة بعيد عنه بس مراضي مراته، ونار النكد التاني اللي هيعيش فيه طول حياته لو جاب اخته عنده في البيت. تمر الايام تمر الشهور وانا برضو عايشة لوحدي ومجدي قاعد مع مراته في البيت، لحد ما في وقت من الاوقات اتكلمت معاه ان انا محتاجة انزل شغل لان بجد ما بقتش قادرة اقعد في البيت لوحدي. وساعتها مجدي وافق ونزلت اشتغل، واتعرفت على حد ابن حلال جدا. من اول وقت شفته فيه كنت بحمد ربنا ان هو موجود في الدنيا. شخص محترم قوي، عارف ربنا، بيراعي ربنا فيا طول الوقت. وبعد قرب منه سنة قررنا ان احنا نتجوز، ومن هنا بدأت الكوارث الطبيعية كلها تحل على راسي. غيرة مرات مجدي ليا ظهرت من وقت ما قلت ان في عريس متقدم. كانت شايفة ان هو كتير عليا، مش قادرة تستوعب ان ممكن واحد يبقى حالته المادية كويسة وحالته المعيشية كويسة وبني آدم كامل من مجاميعه ان هو يبقى متقدم ليا. وبدأت تعمل اكاونتس فيك وتبعت له منها ان انا شخصية مش كويسة وان انا عايشة لوحدي وان انا بعمل وبسوي وانا لوحدي، وكلمت عني بأقذر الكلام. والولد عمره ما صدق ولا كلمة عليا، بل بالعكس كانت لما تجيله مسج من دي يجي يوريها له يقعد يضحك معايا. وكنا بنشك في ناس كتيرة جدا حوالينا بس عمرها ما جت في مخي. ولحد ما في مرة وقعت شر اعمالها ومجدي اللي قفشها، مسك الموبايل بتاعها لقى ان في كذا اكاونت تانيين متسجلين على الانستجرام بتاعها، وطبعا دخل عليهم عشان يعرف ايه الاكاونتس دي اصلا. لقى كل المسجز اللي هي كانت بتبعتها لخطيبي، وفورا مجدي طلقها. ومش طلقها عشان الموقف ده بس، لا عشان بدأ يترجم كل المواقف اللي عدت ما بينه وما بينها وكل الحاجات اللي كانت بتعملها معايا وكل الحاجات اللي كان اهلها بيعملوها معايا. فهم متأخر بس فهم. انا اتجوزت وخلفت ومجدي كمان اتجوز وخلف. انا بحكي لكم بقى القصة دي ليه؟ عشان اعرفكم ان السيء دايما بيقع في شر اعماله، وان كما تدين تدان، ومن حفر حفرة لأخيه